في كلمة أنا يعني ممكن أقول ما أعرف بأثر ولا ما بأثر، لكن كلمة أب ده برضه كتير شديد شديد شديد. أنا لقيته ناس بقول لك أب ده كمان قاعد يعمل شنو هناك، الله وداك هناك كمان تشوف مع قرايتك وين وتشوف حاجاتك بدل ما تقعد تعمل فيديوهات. الاسم دقاش مقيم في المملكة المتحدة بريطانيا من 2020. حقيقة يا جماعة أنا السوشيال ميديا ده بديت صراحة كده صدفة شديد، فترة يعني بسيط جدا جدا، يعني سنة وستة شهور حاجة زي دي في السوشيال ميديا. في حاجات كثيرة في أوروبا هنا غايب عننا أو شباب الجدد الجايين، وكان صراحة يعني ما في زول كان بحكي أو ما في زول كان بوريهم إنه حاجات اللي يحصل بعد ما يوصل هنا. وأنا من ضمن الناس بعد ما وصلت هنا واجهتها يعني بعض المشاكل، وفعلا برضه في حاجة كده كان مؤثر جدا جدا. واحد من أصدقائنا الزول يعني برضه صديقنا شديد حصلنا هنا سوا، وكان حصل لهم موضوع بتاعت البنات دي. الأكثر الحاجة اللي ممكن بأثر للشباب هنا بخش السجن وكده. ده الحاجة اللي خلاني أنا عملت أول حلقة كان اتكلمت عن داك، ومنه كمان لقيت تفاعل كثير وواصلت الشغل. أنا يعني بعد ما خشيت السوشيال ميديا لقيت يعني الشعب السوداني صراحة كده يعني شعب ملتقط بشوف الحاجة الكاب. يعني أي حاجة في الدنيا ده يكون في حاجة سلبي وفي حاجة إيجابي، لكن أكتر حاجة هم بيركزوا في حاجة شنو؟ حاجة سلبي. في أي مكان أنت لما تخش أول يا جماعة والله حتى اللغة تتكلم لغتك أنت تتكلم ذاتها بقى لك صعب. ناس كان قاعدين يقول علي يعني أنت كلامك ده كلام بتاعت غريب، وفي ناس قالوا ما قاعدين يفهموا، وكلام كان كثير جدا جدا. وأنا الحاجة اللي كان قاعد نقول إنه الزول الفاهم خلاص ما فاهم ده يا جماعة، خلاص أنا أعمل شنو؟ ده الحاجة اللي أنا بقدر بتكلم به، ما ممكن أنا أغير. يعني بقول مثلا بيتكلم اللغة العربية الفصحى، اللغة العربية أصلا أساسا كده ما لغتي الأول لغة الأم، بعد ذاك اللغة العربية. عشان كده كان شوية كده صعب، لكن بمرور الزمن بعد ما أنت تشوف الكاميرا تتكلم مع نفسك كده يعني واحد اتحسن إنه بقدر بوصل المعلومة. وبرضه يعني الناس بقول لك أنتوا مشيت هناك وتعملوا فيديوهات توروا ناس، في ناس كتير جدا جدا بينتقدوا في السبب دي. في سبب بتاعت عنصرية برضه. في كلمة أنا يعني ممكن أقول ما بأثر ولا ما بأثر، لكن كلمة أب ده برضه كتير شديد شديد شديد. أنا لقيته ناس بقول لك أب ده كمان قاعد يعمل شنو هناك، الله وداك هناك كمان تشوف مع قرايتك وين وتشوف حاجاتك بدل ما تقعد تعمل فيديوهات. ده كلها يا جماعه اي زول طبعا حاجه بعمل بنفسه ده بعرفه، لكن هم بيتاخدوا حاجه تاني. بالنسبه للناس اللي بقلوا طريقات سلبيه او كم بيقولوا كلام الفارغ، هو في النهايه اي حاجه زي ما قلت لكم في سلبي وايجابي. انت لو لقيتها الحاجه دي ما كويس فوتها بس، يعني ما بدل ما تقول لزول اب وانت زول كده من دارفور من جنوب من شنو كلام الفارغ ده، بعد ما تقول زي ده انت خلي الزول في حاله. التعليقات السلبيه ما حباب والله بكسر الزول صراحه كده، لكن احيانا انا ما بشوف وما قاعد نرد للناس عشان الكلام ده. في ناس انا متاكد 100% فيديوهات انا تقريبا عملت اكثر من 200 فيديو، في ناس كثير جدا جدا استفادوا. انت لو ما مستفيد اترك الحاجه دي للزول المستفيد. احيانا انا بتكلم يعني حاجات عالميه، مثلا حاجات البنتوم اللي افريقيا، لو عملت مثلا فيديو اتكلمت عن بنت نيجيريه او اي زول نيجيري تشادي او كودوفاري، ناس بيجي بيقول لك ده ما سوداني انت علاقتك شنو؟ يا جماعه احنا نتكلم عن حاجه عالميه في العالم، او اكثر ناس في افريقيا متاخرين في السوشيال ميديا احنا السودانيين. ما عندنا علاقه من السوشيال ميديا. اي حاجه في الدنيا عندك رساله داير توصل هسه اقوى سلاح ممكن بقت السوشيال ميديا، لكن احنا غايبين اننا تماما. نتمنى نتقدم في السوشيال ميديا ونقدم، والناس اللي بيقدموا محتويات سمحه نحاول ندعمهم، وان شاء الله نمشوا لقدام.